أهلًا بكم حبايبي في قناتي، قناة سهل ولذيذ مع وفاء. النهارده بقى بنعمل الزبادي، عمرِك ما هتشتريها تاني بعد اليوم، وهتتعلمي تعمليها في البيت بأسهل طريقة من غير أي حاجة ومن غير تكلفة، وجميلة جدًا ضامنة نضافتها، ضامناها في بيتِك بالقشطة بتاعتها من غير أي نسبة مَيّة عليها ولا مواد حافظة، جميلة جدًا شايفين ما بتنزلش من إيدي إزاي، ماسكة نفسها متماسكة كرامي، كل حاجة فيها جميلة، جميلة، جربيها جميلة جدًا وسهلة جدًا. ما فيهاش أي حاجة زيادة، بل بالعكس أجمل بكتير 100 مرّة من اللي بتشتريها. شايفين حبايبي قوامها وجمالها، كأنِّك بتاكلي قشطة مش زبادي. معلّمة في الطاجن إزاي، جميلة جدًا، جدًا. جرّبيها في الطاجن برضه جميلة، عايزة تعمليها في كوبايات برضه حلوة جدًا. يعني بُصّي مش عارفة أقول لِك من جمالها عايزة أتكلم هي بتتكلم عن نفسها. شايفين حبايبي القشطة عاملة عليها إزاي، ولا نسبة مَيّة خارجة ولا رطوبة ولا سارده مَيّة ولا أي حاجة. معايا كيلو لبن مدفّياه طبعًا شايلة القشطة بتاعته، معايا كوباية من الزبادي، حابة تحطّي معلقتين زبادي أنا حطيت كوباية كاملة، لإن الكوباية الصغيرة دي مش كبيرة أوي، ومعايا قشطة اللبن طبعًا مجمّعة، حابة تحطّي القشطة، حاباها منزوعة الدسم هتحطّيها من غير القشطة، عادي لكل اللي بيحبها كده. هانزل باللبن دافي طبعًا زي دمع العين أو زي رضعة البيبي كده، وهانزل بالزبادي بتاعتي، معلقة سكر، معلقة نشا أو معلقة دقيق، عشان طبعًا تمنع الرطوبة معايا. حابة تعمليها برضه ملونة بتضيفي أي جيلي أو أي حاجة بتطلع معاكِ برضه جميلة، فواكه مثلًا زي الفراولة، هاعملها لِك برضه مرّة في القناة تشوفيها جميلة جدًا برضه. بدأت نزلت كل مكوناتي وأضرب في الخلاط ضربتين كده، بدأت كده في صينية فيها مَيّة سخنة، يعني اضغطي بس يعني ربع كده الطاجن من تحت، وهابدأ أنزل بالطواجن بتاعتي في المَيّة إيه السخنة دي. بدأت بعد ما اتعملت بابدأ باصُبّها في الطواجن بتاعتي أو الكوبايات بتاعتي بالشكل ده، دول طبعًا من الصغير ده تعمل لي 9 أو 10، من الكبير ده تعمل لي 4 أو 5. طبعًا الكبير اللي هو اللي ورا ده بياخد ييجي أكتر من 3 من دول، يعني قد الصغير ده 3 مرات، فبدأت عملت في الاتنين الكبار وال4 الصغيرين، الكبير ده بيكفّي 3 أشخاص كمان مش شخص واحد. بدأت كده نزلت في المَيّة السخنة تغطّي بس الربع زي ما أنا قُلت لِك. لو عجبِك الفيديو بقى ما تنسيش الاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس على علامة الكل، تشوفي كل حاجة جديدة باعملها. شايفين حبايبي نزلت بالطواجن بتاعتي، طبعًا مدفية الفرن يعني يكون دافي بس بسيط، هاغطي عليها بفوطة أو بستريتش أو بأي حاجة أنتِ حابة تحطيها، وتدخليها كده قيمة 3 ساعات، بتطلع معاكِ بعد ال3 ساعات زبادي، زبادي مِيَّة، مِيَّة، ما بتحتاجش حتى التلاجة. أنا هادخّلها في التلاجة بحيث إن هي يعني لو حابة مش هاكلها دلوقتي أو هتاكليها على السحور، هتاكليها إيه، في أي وقت أنتِ حاباه. ما شاء الله ماسكة نفسها ولا بتنزل من الطاجن ولا حاجة، بتاخدي قوامها كريمي جميلة، يعني متماسكة تماسك جميل، ولا يعني أجمل مش عارفة أوصف فيها إيه بصراحة، على جمالها وحلاوتها. مش حابة تحطي معلقة السكر عادي جدًا، بس أنا باحطها عشان إيه، تمنع بس هي ما فيهاش أي مرارة ولا فيها أي مزازة، هي معلقة السكر بس بتدّيها جمال شوية، بتزيدها جمال من جمالها. شايفين حبايبي الكريمة، مش كريمة مش زبادي، كأنها يعني ماسكة في الطاجن إزاي كمان ما شاء الله. وفي الكوباية برضه بتبقى متماسكة وجميلة، بس أنا ما حبيتش أعمل في كوبايات، كنت حابة إيه، جو رمضاني كده يعني. شايفين حبايبي الجمال؟ ما تنسوش بقى، أشوفكم على خير في فيديوهات جاية إن شاء الله.